اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الورد، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين على عيون أحلى متابعين. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي زي ما بتشجعوني أكتر وأكتر وأكتر. وبجد مش عارفة أقول لكم إيه، وما عنديش أي يعني غير كلمة شكرا لكل من شجعني ووقف معايا وكتب لي تعليق حلو أو كومنت حلو. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، وزي ما بيقولوا تفاءلوا بالخير تجدوه، وانا ان شاء الله متفائله خير بالقناه، ان شاء الله تكبر بيكم ومعاكم، وان شاء الله يكون اللي جاي احسن. بصوا بقى حبايبي، النهارده الجمعه مباركه عليكم وكل سنه وانتم طيبين. خلاص الايام بتجري ودخل علينا شهر رمضان المبارك، يجعله يا رب شهر خير ورحمه ومغفره علينا. فعيالي بقى النهارده بما ان الجمعه كلنا قاعدين بقى في البيت، فقالوا لي ماما احنا عايزين نتغدوا بره او هاتلنا فراخ مشويه من بره. قلت لهم فراخ مشويه؟ لا. طب انا رحت فين؟ لا انا لازم اعملها لكم في البيت. فقالوا لي انت مش هتعرفي تعمليها زي المحلات اللي بره. قلت لهم اتحداكم لو ما عملتهاش زي المحلات اللي بره، انا هشوها في البيت مع شويه رز اصفر، وتعالوا نشوفوا احنا هنشوها ازاي. حبايبي كنت جايبه الفرخه اهي زي ما انتوا شايفينها، فله شمعة منورة. طبعا غسلتها وحطيتها في محلول الملح والخل والليمون زي ما انتوا شايفين كده اهي، وخليتها فله شمعة منورة. وجيت قسمتها نصين من ظهرها، من الظهر العمود بتاعها، من العمود الفقري بتاعها قسمتها نصين وكسرتها زي ما انتوا شايفين كده، زي الحاتي او المطاعم اللي بره ما بتعمل. طب احنا بقى هنحط لها توابل ولا تتبل بايه؟ هقول لكم. عندي هنا بصلتين وسط زي ما انتوا شايفين كده، هقطعهم 4/4 او حسب التقطيعه اللي انت عايزاها، عشان كله هيتضرب في الخلاط. التتبيله بتاعتها كلها هتتضرب في الخلاط. عايزه تعمليها على ايدك تبشريها على ايدك خير وبركه، بس احنا بنستسهل. عندي هنا طماطمتين اهو، او 3 طماطمات اهي، 3 طماطمات اهو، حطيت لها 3 طماطمات. عندي معلقه توم اهي بس مش كبيره، وسط. خلاص لحد هنا كلها سهله وبسيطه ما فيهاش اي صعوبه. هناخده معلقتين من الخل الابيض، معلقتين كده كبار اهو، عشان تدينا الطعم المحلات اللي بره بالظبط. سهله وبسيطه ما فيهاش اي صعوبه. وبدل ما تشتريها من بره بالشيء الفلاني، لا اعمليها انت ببيتك. عندنا توابل بقى حبايبي؟ عندنا معلقه ملح كبيره، نص معلقه بهارات مشكله، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر كبيره، نص معلقه كركم على كاري، ودي اضافه من عندي. اللي مش عايزه تحطيها ما تحطهاش، براحتك انتي وراحتك. ونص معلقه كبيره من الجنزبيل والقرفه. خلاص يا حبايبي هنحطوهم كده في قلب في قلب شفشق الخلاط. ومعانا كمان حبه سكر عشان تخلي الانسجه كده حلوه، تفتح الانسجه من بعضها ماشي. وعندنا عصره الليمونه بتاعتنا اهي، عصره ليمونه اهي، عشان برضو تخلي الطعم جميل معانا. كل الحاجات متوفرة عندك في البيت، مفيهاش اي صعوبة خالص، وسهلة وبسيطة اهي. هروح بقى اضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني عشان ما اطولش معاكم كده. حبايبي ضربنا كل الخلطة الجميلة بتاعتنا في الخلاط ماشي. تعالوا بقى هنحطوها على الفرخة الجميلة بتاعتنا. بس هتعملي لازم الحركات دي، تفتحي الفرخة كده، تنغزيها كده من الورك والصدر كده، عشان كلها تشرب من التتبيلة بتاعتك الحلوة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اهي، عشان كل الفرخة تشرب من التتبيلة بتاعتك اللي انت عاملاها زي المحلات بالظبط اللي بره اهي. وهنقوم نازلين عليها بالتتبيلة بتاعتنا كده من تحت ومن فوق ومن فوق لتحت، وداخل الصدر كده اهي، داخل الصدر اهي، عشان بس محدش يقول لي انت ما بتتبلهاش من جوه.
لا اهي انا متبلها من جوه اهي من داخل الصدر اهي ماشي. وهتيجي تقلبيها كده على ظهرها ومن التتبيله بتاعتك الحلوه دي. بصوا الورك اهو، الورك اهو لو شايفيني برضو هدخل فيه التتبيله الحلوه دي اهي. والورك التاني برضو هدخل فيه التتبيله في فتحات اهي تدخلي فيها الايه التتبيله منه اهي. واحط برضو الجزء التاني من التتبيله عشان كلها تاخد طعم ايه التتبيله بتاعتنا الحلو اهي من فوق ومن تحت ومن جوه الورك ومن جوه الصدر. تبليها كلها بالايه بالتتبيله الجميله بتاعتنا دي، والله ريحتها قلب المطبخ. تعالوا بقى يا حبايبي هنحط الخضار اللي هو بيتفرش ارضيه تحتيها وتشرب برضو من الحلاوه بتاعته. هنحط له ايه، هنحط له بصرتين كده كبار اهو، هنقطعوهم حلقات كبيره كده عشان احنا عايزينها ارضيه مش عايزينها ايه حاجات يعني اهي. اي تقطيع بقى انت عايزاه. بعد ما قطعنا البصل كده ماشي، عندنا برضو 3 طماطمات اهي او على حسب ما تحبي الطماطم، برضو هنقطعها برضو مكعبات وسط اهي. وعندنا بقى فلفل اخضر وفلفل اصفر، بس ما لقيتش فلفل احمر. اللي انت عايزه تحطيه معاها حطيه، مش هتقول لا. انت متبلاها كويس مش هتقول لا. عندنا اهو برضو فلفل اصفر اهو كده حبايبي. قطعنا كل الخضار اهو زي ما انتوا شايفينه. هنتبلوه بايه، بنص معلقه من الملح. انا مش عايزه يتبل جامد عشان كل التتبيله اللي في الفراخ هتنزل تحت، وحبه من الزيت عشان بس يدينا ايه طعم حلو لما نيجي ناكلوه مع الفراخ او الرز اهي. ده الخضار اللي احنا حاطينه. عايزه بقى تحطي معاها بطاطا حطي، عايزه تحطي معاها بطاطس حطي زي ما انتي عايزه بالظبط. بس دي الفراخ المشويه اللي بتتباع عند الحاتي او اللي زي المطاعم اللي بره بالظبط، غير صينيه طبعا ايه البطاطس. كده عملنا الارضيه اهي. هنتعالي بقى يا حلوه انتي يا جميله انتي ماشي اهو. حطيناها على الخضار بتاعنا والانثى برضو محدش ينساها ولا الكبده ولا اي حاجه ماشي. وهنحطه على التتبيله دي حبه من الزيت عشان ايه لما نيجي نحطوها في الفرن يبقى وشها واخده اللون الايه الذهبي الجميل بتاعنا دوت اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بجد جميله جدا وسهله ورخيصه، وهتعمليها في بيتك بارخص الاسعار. بدل ما تشتريها من بره بالشيء الفلاني لا، اعمليها في بيتك ومتكسليش وفرحي اولادك بالمطاعم الايه اللي بره اهي. هغطيها بقى بورق فويل او بغطا وهنحطها فوق البوتاجاز يعني نص ساعه تستوي معانا. بعد كده ادخلها تحت الشوايه عشان كلها تتحمر وتدينا اللون الذهبي الحلو اللي احنا بنشتروه من بره. ماشي حبايبي ماشي حبايبي. وتعالوا معانا بقى نعملوا حبه رز كده بالكركم والكاري. تعالوا بقى حبايبي نعملوا الرز الاصفر بالكاري والكركم. انا هنا جبت حله حطيت فيها معلقه زيت ومعلقه سمنه ماشي، وجبت بصلايه وسط قطعتها صغير كده زي ما انتوا شايفين اهي. وهسيبها تدبل بس مع ايه مع بعضها. بعد يا حبايبي البصله لما دبلت معانا اهي هننزل عليها بمعلقه كبيره كده من الكركم والكاري. دي خلطه عاملاها كركم على كاري لوحدها كده اهي. وحبه من الفلفل الاصفر اهو يعني قولي ربع معلقه. يتشوحوا كده مع بعض. وطي النار شويه وهنزل عليهم بالرز الجميل بتاعنا
المصري الجميل بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده حوالي كيلو وربع من الرز اهو. هشوح بقى كله مع بعضه اهو، اقلب كله مع بعضه، الرز مع الكاري مع البصله مع الكركم مع الفلفل الاسمر، ياخدوا لهم تشويحه كده ايه مع بعض كده. حبايبي شوحنا اهو الرز مع الكركم والكاري. هحط له معلقه ملح كبيره اهي او معلقه وشويه، عشان انتوا عارفين الرز بايه بيحتاج الملح ليه يعني. وهنزل عليه بالميه الحلوه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. اجيب له كمان شويه ميه اهو يا حبايبي. الرز الاصفر بالكركم والكاري هوطي عليه بقى لما الميه بتاعته تنشف علشان يتلدن معانا. بصوا بقى يا حبايبي جمال الفرخه لما طلع من الفرن واستوت وكله تمام. تعالوا بقى نعملوا الحركه دي ماشي. هنجيبوا فحمه اهي، طبعا الفحم ده سريع الاشتعال. هحطها كده في طبق اهي، او عندك ورق فويل حطي وحط عليها حبه يعني نقطه من الزيت كده عشان تعمل البخار بتاع الفحم كده، وتخلي الفرخه زي المحلات بالظبط او المطاعم بالظبط، ريحتها كده فحم كده واخده شو ايه طعم كده. يا حبايبي الفيديو بتاعنا خلص واكلنا خلص. بصوا الفراخ عامله ازاي، بصوا جمال عامله ازاي، الله ينور يا ماما. ولا الرز عامل ازاي، بصوا جماله. بصوا وكمان عملت معاه شيبسي اهو. بصوا القرمشه، بصوا سامعين وريني كده عشان اختبار الجودة اهم حاجة. وده الصوص بتاعها. لا تمام. ده الصوص بتاع الفراخ، الخضار اللي احنا كنا حاطينه وعاملينه ارضيه للفراخ. وبصوا الفراخ حلوه ازاي، بصوا مستويه وكلها تمام التمام. ولا الطعم انت ما اقول لكمش حكايه والله، احسن من ان انت بتشتريها من بره. وبدل ما تشتريها من بره اعمليها ببيتك واوفر، وبجد طعمها جميل وتحفه. ده بقى يبقى شغل مطاعم يا متعلمين، ولا مش شغل مطاعم كده، يبقى شغل مطاعم وحاجه فاخر من ايه من الاخر. ولحد هنا يلا يا حبايبي قوموا اشتركوا في القناه وعلوها بيكم، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. ومتنسينيش في اللايك والاشتراكات وتفعيل زر الجرس عشان اي جديد يوصل لكم، وشيروا الفيديو